علاقتي بحازم كانت بتزيد وتقوى يوم بعد يوم، وبقيت أكلمه بالساعات من غير ما أحس بالوقت، واشتريت موبايل جديد بخط جديد مخصوص علشان أكلمه من غير ما جوزي يعرف أي حاجة عن الموضوع ده. وكان ساعات جوزي يكلمني على تليفوني الأساسي، وأنا وقتها أكون بتكلم معه حازم على تليفوني الثاني، ولما ألاقي جوزي بيتصل اقفل بسرعة، وارد عليه عادي جدا كأن ما فيش حاجة. وحازم بقي يطلب مني كتير أنه يشوفني ويقابلني، لأنه كان بيقول لي أنه مش قادر يستحمل البعد أكتر من كده، لكن أنا كانت دايما أقوله إني ما بخرجش من البيت غيره قليل جدا ومش بعرف انزل لوحدي خالص. فقال لي حاولي تلاقي أي شغل علشان يبقى عندك حده تنزلي من البيت وتكلمي مع جوزك وقولي له أنك زهقانة من قعده البيت طول الوقت. وفعلا فضلت أتكلم مع جوزي كتير وأقنعه أني عاوز يشتغل، وبعد نقاشات طويلة وافق في الآخر وقدمت فيه مدرسه واتقبلت فيها. أول ما حازم عرف فرح جدا، وبقينا نتقابل بعد الشغل، وأحيانا كانت باخد أجازه مخصوص علشانه واخرج أقابله. وجوزي ما كان شك في أي حاجة خالص، والوضع فضل مستمر بالشكل ده حوالي سنه كامله، لحد ما حازم طلب مني أننا نتقابل في مكان نكون فيه لوحدنا، وأنا رفضت الفكرة دي كتير جدا، رغم أن كلامنا كان وصل لتجاوزات كبيره ومكالمات الفيديو بينا بقى جريئه جدا، لكنه كان يفضل يضغط علي ويقول لي لو بتحبيني بجد وافقي. وكل ما كانت أرفض كان يزعل مني ويختفي كم يوم وما يردش على مكالماتي، لحد ما في مرة اختفى شهر كامل وما كنت قادرة أستحمل بعده، وحسيت أني هتدن من بعده، وبعت له رسالة أقوله فيها إني موافقه على أي حاجة بس ما يبعدش عني. وبعدها بساعة اتصل بي وقال لي أنه هيقابلني بعربيه مع واحد صاحبه، وفعلا بعد ما خلصت المدرسة خرجت ولقيتهم مستنييني بالعربيه، وكان حازم قاعد في الكنبه اللي ورا، وفتش لي الباب علشان أركب جنبه، وصاحبه كان سايق والعربيه إزازها أسود ومقفول. ولما ركبت كانت متوترة جدا ومش عارفه حتى أبصر له من كسوفي، ومشينا في شارع فاضي تقريبا مفهوش حد، ولقيته فجأة يمسك أيدي ويبوسها ويقرب مني ويخيدني في حضنه، وأنا كانت خايفة جدا وحد حاسس بينا، لكن في نفس الوقت كانت حاسة بمشاعر قويه ناحيته ومش قادرة أبعد عنه. وفضلنا حوالي ساعة في العربية، وبعدها وصلوني قريب من البيت وروحت، وأنا طول الطريق بفكر في اللي حصل، وحاسه أن قلبي بيدق بسرعة. ولما دخلت البيت فضلت طول الليل سرحانة وأفكر فيه وأقول لنفسي يا ريتني كانت اتجوزته هو. وبعدها بأسبوعين طلب مني أشوفه تاني، وقال لي أنه لقي مكان نقدر نقعد فيه لوحدنا براحتنا، وقال لي أنه مكان شبه مخزن عند واحد صاحبه. وأنا رفضت الفكرة جدا في الأول، وقلت له مستحيل أروح مكان زي ده، لكنه فضل يقنع فيا ويتحايل عليا لحد ما وافقت وروحت فعلا. وكان المكان عبارة عن مخزن مليان بضائع وكراكيب، وفيها أوضه صغيره بسرير قديم ومروحه سقف صوتها عالي ومزعج، لكن وقتها كل الحاجات دي ما كانتش فارقه معي خالص. قد ما كان فارق معي إني بقيت مع حازم لوحدنا، ولأول مرة أحس أنه قريب مني بالشكل ده، وهناك حسيت أنه شخص مختلف تماما، وكأنه كان محروم مني بقاله سنين وما قدرش إمنعه عن أي حاجة كان نفسه فيها، وأنا كمان ما كنتش عاوزة أبعد عنه. وحسيت لأول مرة إني مع شخص بيحبني بجد وبيهتم بيا. وبعدما رجعت البيت يومها ضميري فضل يوجعني جدا، وفضلت أقول لنفسي أن اللي حصل غلط ومش لازم يتكرر التاني، لكن للأسف بقيت محتاجة حازم أكتر من الأول، وبقيت أفكر فيه طول الوقت لدرجة أنه دلوقتي ما أجر شبه مخصوص، وبقيت أروح لهم كل فترة واخد أجازه من المدرسة علشان أقابله، والعمارة اللي فيها شبه كلها عيادات ودكاتره، فمحدش بيسأل حدا رايش فن ولا جاي منين. والموضوع بقي سهل جدا بالنسبة لي، وحاسة أن علاقتي بحازم بقت إدمان حقيقي ومش قادرة أبعد عنه، رغم أني عارفه أني بظلم نفسي وبظلم جوزي ومش عارفة أعمل إيه ولا أزئي إنهي العلاقة دي، رغم أني بحبه جدا. فاللي عنده نصيحه يا ريت يكتبها لي في تعليقاتي. ودي كانت قصة نهترده، يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا الفيديو لأصحابكم اللي بيحبوا النوع ده من القصص، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.